مفيش حد في الدنيا مش تعبان. كل واحد له متاعبه الخاصة، سواء كانت متاعب ظاهرة للآخرين أو مكتومة في القلب، سواء كانت متاعب روحية أو متاعب نفسية أو متاعب جسدية أو متاعب عائلية أو اجتماعية إلى آخره. والسيد المسيح جاء من أجل التعابة، جاء يخلص العالم من خطيئته، وأيضا يخلص العالم من آلامه ومن أتعابه. ولما نقرأ الفصل الخاص بالمسيح في نبوءة إشعياء النبي إصحاح 53 نجد مش بس إن السيد المسيح حمل خطايانا، كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا، إنما أيضا هو حمل أحزاننا، حمل آلام الناس، آلامنا قد تحمل. المسيح بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. ربما لأن الإنسان اللي حمله خفيف أهو بيحتمل ويسكت، لكن اللي حمله تقيل ما يقولش غير يا رب. هو مفروض نلجأ للرب في الحمل التقيل والخفيف، لكن على أي الحالات على الأقل إذا كان الواحد مضغوطا من الآلام أو من الأحزان لا يستطيع أن يريحه إلا الله نفسه. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. دعوة من ربنا ووعد إلى عالم تعبان. لا ننكر إن العالم تعبان، الدول تعبانة والشعوب تعبانة والأفراد تعبانة، مشاكل العالم لا تحصى، المشاكل الاقتصادية والمشاكل الحربية ومشاكل الإسكان ومشاكل كتيرة جدا جدا، ومشاكل الحروب ومشاكل الانشقاقات. العالم عالم تعبان، وربنا ناظر إلى هذا العالم التعبان ومش سايبه لوحده. بيقول لهم تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. هنا نجد صفة لطيفة من صفات السيد المسيح، وهو إنه بيريح الناس. المسيح المريح. ناس كتير في أتعابهم يمروا على آخرين فيزدادوا تعبا على تعبهم، وناس يمروا على آخرين في تعبهم فلا يلاقون إلا الإهمال واللامبالاة. لكن المسيح هو القلب الواسع المريح اللي كل من يلجأ إليه يستريح. وأنا أريحكم. هنا يورينا كتاب المسيح الذي يعطي وليس الذي يأخذ. يعطي الناس راحة وعزاء وهدوءا وسلاما وطمأنينة في الداخل، يريح. الشخص اللي دايما ياخد مش هو صورة الله. صورة الله الشخص اللي دايما يعطي لكل من يقابله، يعطي سلاما للآخرين، يعطي راحة للآخرين، يرفع عن الآخرين أثقالهم ويحملها بدلا عنهم كما كان يفعل المسيح. دي صورة الله في الناس. ولذلك ربنا قال ادعوني في وقت الضيق أنقذك فتمجدني. اطلبني لما تكون متضايق. في إنسان يكون متضايق يقعد يهرف نفسه ويتعب في نفسه، أفكاره تتعبه، نفسيته تتعبه، يتعبه الحزن، يتعبه القلق، يتعبه الاضطراب، يتعبه الحصر النفسي،
يتعبه طريق مسدود بلا حل، يتعبه أفكاره، يتعبه اليأس، لكن يستريح من تعبه إذا لجأ إلى الله الذي قال ادعوني في وقت الضيق أنقذك فتمجدني. ادعوني لأن الكتاب بيقول يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب. ادعوني لأن الكتاب بيقول القي على الرب همك وهو يعود. في كل أنواع التعب ممكن الواحد يلجأ لربنا، ولا أظن أن واحد فينا كلنا ما مرتش عليه ساعة تعب. ده حتى الرسل أنفسهم، بولس الرسول يقول في الأتعاب أكثر، ويشرح أتعابه. تعب جاله من جنسه، من اليهود، من الأمم، من أخوة كذبة. تعب جاله في الكرازة، في الشهادة لاسم الرب. تعب في البر، تعب في البحر، آلام لا تحصى. بيقول مكتئبين في كل شيء لكن غير مطروحين، غير متروكين. عشان كده بيقول ادعوني في وقت الضيق، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريكم. في واحد تعبان من الناس، تعبان من المعاملة السيئة مثلا، تعبان من ضغوط الآخرين، تعبان من ظلم، تعبان من قسوة، تعبان من شكوك، تعبان من اضطهاد، تعبان من الناس بأي طريقة. المسيح يقول له تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. المسيح عارف أتعابك أكثر مما تعرفها أنت، بل عارف الأتعاب الظاهرة والأتعاب الخفية. ولذلك إحنا في صلاة الشكر في كل يوم بنقول كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر الشعب. بنصلي إلى الله لكي يحل لنا هذه المتاعب. يا ريت كل واحد يصلي صلاة الشكر دي يكون من أعماق قلبه بيرمي أثقاله على المسيح ويطلب منه إنه يريحه. لأن إحنا في أوقات كتيرة لما بنتعب ما بنلجأش للمسيح وما بنلجأش للصلاة. نادر دي لما بتحصل. ده يمكن الإنسان يفضل ساكت لغاية لما تتعقد خالص، لغاية لما يكاد يختنق، وبعد كده يقول يا رب. لكن في الأول ما بيعملش. في إنسان تعبان من الناس وفي إنسان تعبان من نفسه. نفسه هي اللي تعباه. زي واحد مثلا مغلوب من طباعه، مغلوب من عاداته، مغلوب من شهوات قلبه، مغلوب من نفسه، تعبان من نفسه وعايز يستريح. يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين. في واحد تعبان من الفكر، واحد تعبان من الشك زي توما الرسول، محدش ريحه إلا المسيح. مهما حاول الرسل إنهم يكلموه ما كانتش هتريحه، ما ريحوش غير المسيح. قال له لا تكن بعد غير مؤمن بل مؤمنا. واحد تعبان من الخطية، وكل ما يقوم يقع تاني، وكل ما يتوب يخطئ تاني، وكل ما يعترف بخطيته يرجع إلى نفس الخطايا ويكرر اعترافاته، يخش في تدريب روحية ولسه في الخطية، ويحاول يغصب نفسه على حياة البر ولسه في الخطية. خطيته اللي من 10 سنين هي دلوقتي، وطبعه الوحش اللي من 20 سنة هو دلوقتي، مغلوب من الخطية. تكاد الخطية تصبح طبيعة فيه، ولجأ إلى المرشدين الروحيين، ولجأ إلى آباء الاعتراف،
ولجأ إلى الكتب وإلى القراءات وإلى أقوال الآباء حتى والقديسين وسير القديسين كلها، وما زالت خطيته هي. ربنا يقول له تعالوا إلي. ليك أنت أنا بقول هذه العبارة: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. تعال لربنا. ليه ربنا تخليه آخر واحد تلجأ إليه؟ ما تبتدي به الطريق لكي لا تضل. العجيب إن ربنا يقول إيه؟ يقول تركوني أنا ينبوع الماء الحي وحفروا لأنفسهم آبارا مشققة لا تضبط ماء، لأن ما لجأوش لربنا. كتير من الناس يلجأوا إلى الآبار المشققة، سواء من جهة الآخرين أو من جهة أنفسهم. يعني واحد يقع في مشكلة يحاول يحلها بذكائه الخاص، يحاول يحلها بتفكيره، يحاول يحلها بتدبيره، يحاول يحلها بالحيلة، وما تنفعش. آبار مشققة لا تضبط ماء. لو حطها على المسيح وقال له يا رب أعمل إيه؟ يقول له الحل مظبوط. ياما ناس لجأوا للذراع البشري، لجأوا للآخرين لكي يسندوهم في مشاكلهم، والآخرون لم ينفعوهم، لأن لم يلجأ الإنسان إلى المسيح ليأخذ منه الحل الشافي الوافي المظبوط. بيقول تعالوا إلي. تعالوا إلي يا جميع المتعبين. أنا بقول لك أنت اللي تعبان تعال إلي. يعني خدوا مثل آخاب الملك، كان تعبان من مشكلة، بيشتهي شهوة، بيشتهي حقل نابوت اليزرعيل. لم يلجأ إلى الله، إنما لجأ إلى إيزابيل فضيعته. رأس آخاب المتعبة سندها على إيزابيل فضاع، ورأس شمشون المتعبة سندها على دليلة فضاع. ولم يحدث إن واحد فيهم في متاعبه لجأ إلى الله. في أشخاص لجأوا إلى الآخرين. لما اليهود لجأوا إلى فرعون لكي يخفف عنهم أزاد أثقالهم، وقال لهم متكاسلون أنتم متكاسلون، كنتوا بتاخدوا الطين والتب، روحوا اجمعوا لنفسكم التب، زود أثقالكم. لما الشعب لجأ إلى رحبعام وقالوا له خفف علينا، أبوك ثقل علينا النير، قال لهم أبي أدبكم بالصياط وأنا أدبكم بالعقار، ولم يخفف عنه. مش الذراع البشري هو اللي ينقذ الإنسان، اللي ينقذ الإنسان هو ربنا. إذا تعبت أول ما تلجأ إليه الجأ إلى ربنا، قل له يا رب أنا هشيل حملي كله وألقيه عليك. ومش بس كده، ده أنا أشيل حملي وألقيه عليك ومش هفكر فيه تاني، أسيبه أنت اللي تحله، لأنك أنت حلال المشاكل. هو شغلة ربنا إيه؟ هي دي شغلانته، إن هو يحل المشاكل. إحنا بنسيب ربنا باستمرار ونلجأ في مشاكلنا كثيرا إلى الذراع البشري. عشان كده المشاكل تزداد، تتصاعد، تتعقد، لأن لم نلجأ إلى الله إنما لجأنا إلى الناس. في واحد تجيله مشكلة يحاول يحلها بالكذب مثلا، وساعات يقول هي مش كذب، هي نوع من الكذب الأبيض، لا أبيض ولا أسود، هو كذب. وساعات يلجأ إلى المكر، إلى الدهاء، إلى أي حاجة، برضه ما فيش فايدة. ساعات إنسان عنده مشكلة يحلها بالعنف، يقول لك فلان ده واقف قصادي، ده أنا أطصه بعيارين بالعنف. واحد كده يعني
طريقته يحل مشكلته بالعنف. فلان ده انا اعرف اوريه، فلان ده انا اعرف اربيه، فلان ده انا اعرف اوقفه عند حده، هيشوف مين فينا اللي يغلب، هيشوف انتصر عليه، وتبقى المشكلة مشكلة، لأن لم يلجأ إلى الله، لجأ للعنف فلم يفيده العنف. المسيح يبص لكل واحد ويقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين. في إنسان ما يلجأش للعنف، يلجأ للناحية العكسية، للبكاء، للحزن، للكآبة. إنسان يلجأ إلى المسكنات، إلى الحبوب. إنسان يلجأ إلى الخمر، يقول اعطي خمرا لمر النفس، يشربها وينسى اللي هو فيه، وبرضه دي ما تحلولوش مشكلته. زي واحد يقول انا بطلت السجاير واول ما جت لي المشكله رجعت للسجاير. هي السجاير هتحل لك المشكله ولا السجاير مشكله تضاف الى مشاكلك؟ لكن ما قالش يا رب، لم يلجأ الى الله. في انسان تجيله مشكله يلجأ الى السحرة، يقول لك ده معمول لي عمل، اروح اشوف لي طريقه. ليه؟ لأنه ما حطش قصاده تعالوا إلي يا جميع المتعبين. اللي بيلجأ للسحرة واللي بيلجأ للعرافين واللي بيلجأ للدجالين، ما هو إنسان ما بيلجأش لربنا، لم يطلب من الله أن يحل إشكاله. عشان كده بتبقى المشكلة مشكلة، ويلعبوا به السحرة والدجالين والعرافين، ويستغلوه ويبتزوا أمواله ويدوله آمال لا تتحقق. إنسان يقع في مشكلة يحلها بالوهم وأحلام اليقظة. تلميذ في الثانوية العامة ومش جايب مجموع، يعمل إيه؟ يقعد كده يفكر ويتخيل بقى إنه جاب 98% و95% وأخذ جايزة الدولة التقديرية ودخل الكلية اللي هو عايزها، والناس يبصوا له يقول يا سلام ده الواد اللي جايب 95 و98 و99، ويعيش بالوهم. ناس كتير بيعيشوا بالوهم، لا ينفعهم الواقع فيعيشوا في الخيال. يقول لك أنا مش طايل حاجة، أغمض عيني وأطول كل حاجة. لم أنا للنجاح على الأقل أحلم بيه وألتز بالأحلام، وإن صحيت من الحلم أنام تاني ومبسوط. المشكلة بقي مشكلة، والوهم لا يحل، وأحلام اليقظة لا تحل لإنسان مشكلة من المشاكل. كل دول أشخاص بيلجأوا إلى غير ربنا. ربنا يقول له تعالوا إلي يا جميع المتعبين، أنا اللي هريحكم. اوعوا تفتكروا إن حد هيريحكم غير. شوفوا مثلا الناس التعبانين اللي محدش حل مشكلتهم إلا ربنا. الثلاثة فتية لما ألقوا في النار، ده مين يحلهم دول؟ مشكلة ملهاش حل، مفيش غير ربنا. وفعلا ربنا كان معاهم. يونان موجود في بطن الحوت، مين اللي هيحل له مشكلته ده؟ مين اللي يخرجه من بطن الحوت؟ مش ممكن. مشكلة بلا حل لا يحلها إلا الله. الذي مشى مع الفتية في وسط أتون النار ولم يجعل رائحة النار حتى تدخل في ملابسهم وشعر من شعورهم لم تحترق، هو كان مع يونان في بطن الحوت، وهو اللي كان مع دانيال في جب الأسود. عشان كده ملهاش حل غير ربنا. في مشاكل ملهاش حل غير ربنا. إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود. مش بس الأسود اللي في الجب، ده بولس الرسول قال حاربت وحوشا في أفس. مين يحلها دي؟ خدوا مثلا مشكلة آريوس. آريوس وصل إلى حد من العنف الشديد لدرجة إنه بقاله سلطة حتى في قصر الإمبراطور، وأخت الإمبراطور كانت بتعترف على أسقف أريوسي،
وبات ان الجو ملهوش حل، وارسل الامبراطور الى البطريرك يقول له اقبل اري، مفيش غير يا رب، مفيش غير الصلاة. وفي تلك الليلة انشقت احشاء اري وانتهى. ربنا تدخل في الموضوع، يقول تعالوا الي جميع المتعبين. قعدوا يناقشوا في الاريوسيين ويعملوا لهم مجامع وكلام، والراجل اي وحش مفيش فايده برضه اري. فلما بدأ السهر وليالي الصلاة ونفذوا عبارة تعالوا إلي جميع المتعبين، انتهى اري. لما هجم جيش سنحاريب، هنعمل ايه في جيش سنحاريب؟ ده الجيوش زمان كانت عدة آلاف، ده سنحاريب كان عنده أكثر من 180,000. مفيش غير يا رب، تعالوا إلي جميع المتعبين. وفي تلك الليلة أرسل الله ملاكا وضرب 180,000 من جيش سنحاريب. زي موسى ويطارده فرعون، وفرعون وراه والبحر الأحمر أمامه. هنا مفيش حلول، مفيش غير انه يرفع ايده لفوق ويقول للناس الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون، قفوا وانظروا خلاص الرب. هنا الصلاة بتبقى من عمق القلب. ربما الصلاة اثناء التبن والبنى ما كانتش بالعنف وبالعمق زي الصلاة امام البحر الاحمر، مفيش حل. احيانا حينما تفشل جميع الحلول يبدو حل الله واضحا. البشر منين ما بيلاقوا حل بيجروا ورا حلهم، لكن لما تفشل الحلول يبقى حل الله، تبقى عبارة تعالوا إلي جميع المتعبين. لما أكون تعبان أروح لمين غيرك؟ دي بنقولها في الترتيب، لكن بنقولها في حياتنا الخاصة ربما قليل. شوفوا جه وقت ديوقليديانوس أصابه جنون وهو الإمبراطور، وأقسم إنه ما يبطلش قتل مسيحيين لغاية لما الدم يوصل لركب فصائل. وهات قتل قتل قتل، مش قتل أفراد، ده أحيانا قتل مدن بحالها، قرى بحالها. نسمع مثلا عن شهداء إخميم، البلد كلها شهداء اسم كل. طب ومين اللي قادر على ديوقليديانوس؟ إذا بالله يخلصهم من ديوقليديانوس، وإذا بالله يظهر في رؤيا لقسطنطين، وإذا بقسطنطين يعتنق المسيحية، وإذا بالحل يأتي من فوق ليس من يد بشرية، من عند الله. تعالوا إلي جميع المتعبين وأنا أريحكم. ده شاول الطرطوسي كان عقدة، كان سبب آلام الناس كلها، كان يجر رجالا ونساء إلى السجن. هو قال أنا كنت من قبل مفتريا ومضطهدا للكنيسة. تصور واحد يقول أنا كنت مفتري؟ أهو كان شاول الطرطوسي. مين يقدر على شاول؟ محدش يقدر عليها بس، لكن تقدر عليها عبارة تعالوا إلي جميع المتعبين وأنا أريحكم. أنا أريحكم إزاي؟ أظهر لشاول في الطريق وأقول له صعب عليك أن ترقص مناخ، وأقتاد إلى التوبة وإلى الإيمان، وينتهي شاول الطرطوسي ويصبح محل بولس الرسول الذي يتعب من أجل الإيمان. ده الحلول الإلهية. الحلول الإلهية هي أقوى الحلول لمن يلجأ إلى الله ويقول له يا رب. يقول تعالوا إلي جميع المتعبين وأنا أريحكم. مين كان قادر يخلص داوود من شاول الملك؟ مفيش فايدة. ده كان يطارده من برية إلى برية ومن بلد لبلد ومن مغارة لمغارة، مش سايبه أبدا. لدرجة داوود قال مفيش فايدة، لابد إن أنا في يوم من الأيام هقع في إيد شاول. وبعدين داوود قال له الله يحكم بيني وبينك، ودخل الله لكي يحكم، وانتهى شاول الملك، والرب خلص داوود من كل أعدائه.
علشان كده داوود كان منين ما يقع في ضيقة يقف لرب ويقول له: يا رب، لماذا كثر الذين يحزنون؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي: ليس له خلاص بإله. ما دام قلت كده ربنا يخش في الموضوع ويحل. لكن ساعات الإنسان يبقى مصرا إن هو اللي يحل موضوعه بنفسه، ما تنفعش. طب وربنا؟ لما نعوز ربنا نبقى نقوله، ربنا يسيبه لغاية لما يعود، لأن عايز ربنا إن الإنسان ما يحلش مشاكله بذراعه بس. يعقوب أب الآباء كان تعبان من أخوه عيسو، ما قالش أنا أقوم على عيسو، لا، ده قال له: يا رب، ده أنا مش قد عيسو، ده يقوم عليا يهلكني النساء مع البنين. وجاهد مع الله وصار. والكلمة اللطيفة اللي قيلت في حياة عيسو إنه جاهد مع الله والناس وغلب. إذا استطعت أن تغلب في صراعك مع الله ستنتصر في كل ناحية، كما انتصر يعقوب. ده يعقوب بالنسبة لعيسو ما يطلعش حاجة أبدا، لكن انتصر. البعض جايز يعمل زي بطرس الرسول، طول الليل قاعد يرمي شباكه في البحر مفيش فايدة. قال: سهرنا الليل كله ولم نصطاد شيئا. سهرت الليل كله ولم تصطاد شيئا لأنك اعتمدت على ذراعك البشري. لما قال: يا رب باسمك نلقي الشبكة، الحكاية اتحلت. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. حتى في حالة الخطية، المرأة الخاطئة التي سكبت نفسها عند قدمي المسيح وبللت قدميه بدموعها أمكن إنها تنجو من الخطية ومن ملامة الناس. عايزة لقاء مع الرب، لازم تقتنع إن مفيش حاجة تقدر تريحك إلا ربنا. لما بيقول تعالوا إلي وأنا أريحكم، يعني مفيش حد هيقدر يريحكم إلا أنا برضو. تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. بيقول تعالوا ليه؟ لأن في ناس ما بيجوش. تعالوا إلي وأنا أريحكم. الابن الضال طول ما هو بعيد عن بيت أبيه فضل تعبان، وأبوه سيد قال: تعالوا إلي وأنا أريحكم. أول ما جه لبيت أبوه أراح. ده كان غير الابن الكبير. الابن الكبير جه لبيت أبوه يسد في أبوه ويصف أبوه بالبخل وبالتقصير ويقول له: أنا أخدمك زمانا هذه مدته، وقط لم أخالف وصيتك، وجديا لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي، وابنك ده لما جه عملت وسويت. لا، مش هي دي اللي تريح. اللي يريحه الابن اللي جه وقال له: لست مستحقا أن أدعى لك ابن، أنا أخطأت إلى السماء وقدامك. يعني مش تيجي لربنا بقلب متكبر، تيجي لربنا بقلب منسحب. ما في إنسان يقف قصاد ربنا يقول له: يا رب أنت مضطهدني ليه؟ أنت عامل فيا كده إيه؟ ما أنا ياما صليت لك، ياما عملت لك أناديل، ياما عملت لك قداسات، هعمل لك إيه تاني؟ ويغلف ربنا. ودي اللي توصله تعالوا إلي بقلب منسحب. ده اللي يوصل لربنا، تيجي لربنا كده. مش واحد يجي لربنا يقول له: خلاص أنا عرفتك، أنا ما عدتش أصلي، ما عدتش أتناول، ما عدتش أروح الكنيسة، وهات تهديدات من هنا لبكرة. لا، دي ما تريحكش يا حبيبي. اللي يريحك إنك تأتي إلى الله بقلب منسحب، تأتي إلى ربنا وإنت ندمان وتقول له: أخطأت إلى السماوات وإليك، وإن كان بسبب خطاياي أنت عملت كده، أنا أرجع إليك. أحد الآباء يقول: اصطلح مع الله تصطلح معك السماء والأرض. جايز أنت في مشاكل
لأن ربنا مش راضي. فبيقول لك تعال إلي، مش بس تعال إلي لكي تعرض المشكلة، تعال إلي لكي تصطلح معي وبعد كده نحل المشكلة. من بالكم الكلام؟ واحد مثلا ماشي في سكة غلط ويقول يا رب، يقول له مستعد بس تسيب السكة الغلط دي واحنا نحل الموضوع. كلمة تعال إلي يعني تعال إلي بقلب منسحق، تعال إلي تائبا، تعال إلي وإنت تارك الغلط، وعندئذ لما تصطلح مع الله تلاقي الدنيا كلها اصطلحت معك. لما أنت بتصطلح مع ربنا يعطيك الله سلاما في القلب، يعطيك سلاما في الفكر، يعطيك هدوءا داخليا، يعطيك طمأنينة لأنك اصطلحت مع ربنا. غالبا الإنسان بيكون تعبان لأن فيه شيء من جوه تعبه. تعجبني جدا عبارة القديس يوحنا ذهبي الفم لما قال لا يستطيع أحد أن يؤذي إنسانا أو أن يضر إنسانا ما لم يضر هذا الإنسان نفسه. جايز أنت بتضر نفسك، لما تصطلح مع ربنا تلاقي الضرر الداخلي راح وابتديت تستريح من جوه. تعال لربنا لأن ربنا عايزك تجيب. شوفوا واحد من الروحيين قال ملاحظة كويسة في قصة قبول التائبين اللي موجودة في إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 15. قال الخروف الضال يشبه الشخص الذي ضل عن عدم فهم، عن عدم دراية. خروف مش دريان هو رايح فين فضل، فده ربنا راح دور عليه. والدرهم المفقود يمثل الذي ضل وقد أضله غيره، يعني غيره هو اللي ضيعه وده ربنا دور عليه. لكن الابن الضال هو الذي ضل عن قصد ورغبة قلبية، وده استناه ربنا لما يجيب، لأن ربنا لا يرغم إنسانا على المجيء إليه. بيقول أتريد أن تبقى؟ فربنا بيقول لك تعالوا ارجعوا إلي أرجع إليكم. لازم أنت تيجي لربنا، مش تقول له يا ربنا أنا قاعد هنا. شوف وإن عملت كده يبقى ما فيش أبوة ويبقى ما فيش رعاية وتبقى أب إزاي ومش حلل لي مشكلتي، أنا هتخانق الله. ما تجيش كده يا حبيبي. ده بيقول تعالوا إلي، يقول له لا مش جاي وريني أبوتك أنت، لا مش جاي وريني رعايتك أنت. لا، الكتاب المقدس ما بيقولش كده. بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. بيقول ارجعوا إلي وأنا أرجع إليكم. بيقول ادعوني في وقت الضيق وأنا أنقذك فتمجدني. ترجع إلى الله بالإيمان وترجع إلى الله بالصلاة. تعالوا إلي بالإيمان وتعالوا إلي بالصلاة. ولذلك قال كل ما تطلبوه وأنتم مؤمنون ده يجاب لكم. أنت تطلب وعندك إيمان في قلبك. تعال إلي بإيمان، مش تيجي وأنت متردد وأنت شكاك وتقول أنا هصلي لكن أنا مش عارف أصلي هتجيب نتيجة ولا لا. أنا هعمل قداس بس مش عارف القداس هيجيب نتيجة ولا لا. أنا هعمل قنديل بس مش عارف القنديل هيجيب نتيجة ولا لا. يبقى مفيش إيمان. تعالوا إلي بإيمان وأنا أريحكم. تعالوا إلي بالصلاة باللجاجة بالطلبة الدائمة وأنا أريحكم. هذه الطريقة اللي أنت تيجي بها ربنا. تعال إلي بالتوبة وأنا أريحك. لأن في ناس كتير بيجوا لربنا وهم غير تائبين. بيصلي من أجل موضوع وهو مش تائب. الصلاة موجودة ولكن التوبة مش موجودة. الطلبة من أجل الموضوع موجودة لكن التوبة مش موجودة. فربنا يقول له لا،
تعال نصفي القديم والجديد، تتوب، ترجع إلي، تنقي قلبك وأنا أريحكم. حينئذ تجدون راحة لنفوسكم. ومش بس كده، واحملوا نيري عليكم. يعني تيجي وتحمل النير. تحمل النير يعني ايه؟ يعني تأتي ربنا وانت حامل صليبك، وانت فرحان بهذا الصليب، وانت غير متذمر على الضيقات اللي بتجيله. الانسان اللي بتصيبه ضيقات وهو مش حامل نير الرب ومش جايله ومصطلح معاه، الضيقات بتعصره. لكن الشخص اللي مصطلح مع ربنا يقول له يا رب الضيقة دي كلها فرح. ده احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في ضيقات متنوعة، في تجارب متنوعة، لأن القلب من جوه سليم. القلب السليم من جوه ما بيتعبش من بره. فلما يقول تعالوا إلي وأنا أريحكم، ده ساعات واحد ربنا يقول له تعالوا إلي وأنا أريحكم، يقول له يا رب ده أنا مرتاح خالص. صحيح في متاعب من بره، لكن المتاعب اللي من بره ما دخلتش جوه. صحيح إننا من المتعبين والثقيل الأحمال، لكن كلها أحمال من بره ما دخلتش جوه. القلب من جوه كله سلام، كله طمأنينة، كله راحة، كله فرح بالرب. يبقى فعلا أنا أريحكم. أريحكم ليه؟ لأن أنا دخلت جواكم.